ازيكم عاملين ايه؟ جينا عند سؤال تكلم عن مفهوم الدخل من الوجه الضريبية في نظرتي المنبع والاغتناء. طيب، احنا السؤال اصلا بيقول احنا بناخد الضريبة على اساس نظريتين. اول حاجة نظرية المنبع، تاني نظرية الاغتناء او الزيادة في الذمة المالية الممول. طيب، نظرية المنبع بتقول ايه؟ فيما معناه ان انا باخد الضريبة على كل دخل. طيب، هو ايه الدخل اصلا؟ الدخل ده اي حاجة بيحصل عليها الممول بصفة دورية ومنتظمة، تمام، سواء كانت من اموال او بخدمات. الخدمات دي بينفع تقويمها بالنقود. طيب، يعني ايه؟ اول حاجة نقدية الدخل، لا يشترط ان هو كل اللي داخلك او نقدر كل اللي بتحصل عليه يكون نقود. ممكن تكون خدمات زي ايه؟ انا دلوقتي مثلا في شركة، الشركة دي بتوفر سلع معينة، السلع معينة دي بتبقى مخفضة، دي بتبقى للموظفين، او هدايا مثلا بصفة دورية ومنتظمة. خلاص انت عارف، وليكن ان انت جايلك على رمضان كرتونة مليانة مثلا سلع تقدر تبيعها او تقومها بالنقود. انت عارف تمن العلبة مثلا اللي جايلك دي 1000 جنيه، مثلا بتيجي كل 3 شهور، بتيجي كل 4 شهور، المهم ان هي بتيجي بصفة دورية ومنتظمة، ده بيعتبر دخل. وعلى هذا الاساس انت هتدفع ضريبة على الدخل اللي بيجيلك وعلى السلع اللي بتجيلك اللي انت تقدر تقومها بالنقود. طيب، حاجات بتجيلك وما تقدرش تقومها بالنقود، دي ما تعتبرش دخل، وبالتالي ما ينفعش ان انت تاخد عليها ضريبة. تمام، وهنا تيجي MCQ. تاني حاجة دورية الدخل، يعني ايه؟ يعني بتحقق بصفة دورية متجددة، مثلا كل شهر، كل اسبوعين، كل اسبوع، كل شهرين، المهم ان انت بتبقى عارف بمعنى اصح الدخل ده هيتحصل او هيجي امتى. تمام. تالت حاجة دوام وثبات مصدر الدخل، يعني انت بتبقى عارف ان الدخل ده ثابت عندك وبيكون متجدد ومنتظم. حلو، ماشي. بيتمتع بصفة الدوام مش نسبي، يعني انت مثلا بتبقى انت بتشتغل وليكن مثلا موظف في شركة او موظف في قطاع عام او موظف في اي مكان، بتبقى عارف ان انت تقبض يا اما كل اسبوع، يا اما كل اسبوعين، يا اما كل شهر، يا اما كل 6 شهور، بس انت عارف مواعيدك ايه في القبض. تمام. طيب، تاني نوع بقى من ان انت نظرية الاغتناء، النظرية دي اللي هو بيقولك تحصل الضريبة على اساس ايه؟ قالك انا هحصلها على اساس الاغتناء او الزيادة. يعني ايه؟ يعني اي فلوس تجيلك زيادة هاخد منك عليها ضريبة، سواء بتجيلك بقى بصفة منتظمة مش منتظمة، سنوية، اسبوعية، سواء بتجيلك كل سنة مرة حتى. زي ايه؟ يعني انت دلوقتي دخل في مثلا نقدر نقول ايه، في اموالك عقار انت ورثته، يتاخد عليه ضريبة. انت عملت صفقة، يتاخد عليها ضريبة. انت بعت عربية، يتاخد عليها ضريبة. اي حاجة واي زيادة في الفلوس تدخلك حتى لو ما كانتش مستمرية بيتاخد عليها ضريبة. دي معناها الاغتناء او الزيادة في الذمة المالية للممول. تمام. ده السؤال ده مهم جدا، واعتقد برضو ان هو مرشح جدا السنة دي. ونشوف السؤال اللي بعده واشوفكم على خير.